بعضنا واحدة من أقوى المغامرات في الفيتنام. صباح الخير يا جماعة، جيتكم اليوم من هو تشي من هذه المدينة الصاخبة اللي معروفة بالنايت لايف متاعها، لكن مش هذا السبب اللي خلينا نجيبوني اليوم. جينا هوني باش نمشيو في واحدة من أقوى المغامرات، وباش نمشيو لواحدة من أهم البلايص في العالم من الخمسينات حتى للسبعينات. البلاصة هذه هي الكوتشي تانلز اللي معروفة أنه الفيتناميين كانوا يقاوموا فيها وكانوا يبنيو في الأنفاق، واللي امريكا مع عمرها ما رحمتهم وكانت تقصف فيهم باطنان من القنابل. ننصحكم ما تفلتوش حتى لقطه من الفلوق هذيا، على خاطر باش نعيشوا مع بعضنا واحده من اقوى المغامرات في الفيتنام. بعد ما خذينا الباص ومشينا ساعه كامله من مدينه سايغون واللي تعرف زاد بهو تشي من، وصلنا هون البلاصه اللي اسمها كوتشي. البلاصة هذه معروفة بالأنفاق متاعها، وكان فيها شبكة متاع 250 كيلومتر من الأنفاق اللي كانوا الفيتناميين يتخبوا فيهم في الليل باش يحاربوا الجيش الأمريكي. لكن في النهار الفيتناميين كانوا يظهروا عباد عاديين على الاخر، خاطرهم كانوا مزارعين وكانوا يخدموا في المنطقة هذه اللي هي كما تشوفوا كلها أدغال. But how could the Vietnamese soldiers they can dig the tunnels way so fast like that? It seemed like impossible. Because mostly during that time they only used the bamboo basket and even the small shovel right here to dig in the tunnels. وباش تفهموا الحكايه بالباهي لازم بالطبيعه نقول لكم اصل الحكايه. فيتنام بعد حرب فرنسا اللي فات 1954 كانت مقسمه لزوز، كان فما شمال فيتنام بقياده هو تشي مين واللي كان نظام شيوعي، كما كان فما زاده جنوب الفيتنام واللي كان راسمالي. المحاربين والمقاتلين اللي كانوا يحبوا يوحدوا الفيتنام ويردوها فيتنام وحده شيوعيه كانوا يسموهم الفيت كونغ، او ما يعني بك الشيوعيين هذوكم. يعني كيما نتصور كي برشا عباد تحب تحرر بلاصه وليو يسميوهم ارهابيين وما عادش يسميوهم مناضلين. العباد هذوما بالحق نشوفهم مش عاديين جمله، على خاطر باش نشوفوا في الفيديو هذيا برشا حاجات عملوهم باش وصلوا اللي يحبوا عليه، وصلوا خرجوا اقوى جيش في العالم بالمعدات نتاعو بالتكنولوجيا، لان الجيش هذايا خرج وهرب من الفيتنام. وعام 1975 فيتنام توحدت ولات بلاد وحده اللي هي جمهوريه الفيتنام الشعبيه. وكيف ما تشوفوا كيف هبطنا في النفق هذاكيه، هو كان عباره على قوه شعب الفيتنامي. الانفاق كانوا مصممينهم صغار على الاخر على خاطرهم كانوا يدخلوا فيهم كان الفيتناميين اللي كان البنيه الجسميه نتاعهم كانت صغيره برشا. كما تشوفوا البلاصه اللي نشوفوا فيها توا واحده من البلايص اللي الفيتناميين كانوا يدخلوا لها الانفاق. كيف ما كانت البلاصه هذه تعدي ديريكت للواد اللي هو كانوا يهربوا منه كان دخلوا عليهم الجيش الامريكي. فما حاجه مهمه برشا لازم نعرفوها، اللي هي الفيتناميين في الوقت هذيكيه كانوا ديما يلبسوا لبسه طويله، يعني يلبسوا لونج سليف، ولا كيف ما نقولوا احنا مريول يد كامله. والسبب هذا كان باش الجيش الامريكي ما يعرفهمش ويشوف الخدوش اللي على ايديهم، وقتها يعرف اللي هما كانوا متخبين في الانفاق وما همش فقط مزارعين، لكن زاده كانوا من المقاومه. البلاصه هذه لكن قبل ما كانتش ادغال كيف ما تشوفوا فيها توا. امريكا باش نجم تجيب الدبابات نتاعها والجيش نتاعها كان ترميت اكثر من 1,000,000 طن من القنابل باش نجم دخل دبابات كيف ما. بالنسبه للدمار اللي تشوفوا فيه في الدبابه هذيك هما سبوا فيه الفيتناميين بالطبيعه، كانوا يحاربوا ابسط الحاجات اللي عندهم. بعد ما امريكا كانت ترمي في اطنان من القنابل هوني، فما قنابل كانوا ساعات ما يتفجروش ويتيحوا في القاعه ويخليوا بلاصه كيف ما هي. والفيتناميين بالطبيعه بالذكاء نتاعهم كانوا يلموا الديناميت ولا تي ان تي من القنابل هذيكيه ويصنعوا بها الغام باش يدمروا التجهيزات نتاع الجيش الامريكي. تسمعوا في الصوت هذايا، البلاصه هذه كانت بالطبيعه منطقه حرب، والتوا مازال الكرتوش يخير. هذاك علاش نحبكم تقعدوا داخل الفيديو على خاطر هوني باش نجربوا حاجه قويه على الاخر. Go closer, then we'll step in a bit. One has the pressure, make the slide go straight out. See that? Just go through the legs of the US soldiers, make them go slow down. They could not go further anymore. يا جماعة هذوما هما الفخوخ اللي كانوا ينصبوا فيهم الفيتناميين للجيش الامريكي. الحقيقة حاجة قوية على الاخر، تحسهم كانوا شعب ياسر محارب وذكي برشا، وكانوا بالحق عندهم برشا انجينيرينغ في حياتهم. Say hi. Try not to die. Wait for a moment. البلاصة كيما تراو ما فماش تو هوني، دونك ما تقدرش تعمل فلاش خير. وكيما تشوفوا قبل البلاصة هذيا ما يفلتها الدرايف، كل ما نزيدوا نابتي كل ما البلاصة شديد تتحرك. تخيلوا يعني هذه الكل كانوا يعيشوا فيها قبل، كيفاش بنيوهم، شنو هما التولز اللي كانوا يستعملوهم. الحقيقة
امبرسيف على الاخر. هذه تو في الموانزان احنا ايتاج لوليني تحت القاع باش نزيدو نهبطو. أخيرا مستحيل تحركوني. سيرتو الواحد كيفي يعني صحيح سبورتيف مي كوميم السايز كبير برشا. الحقيقة مش عارف كيفاش باش نخرج من هوني. زعما تخرج منه اما تنجم تمشي من هوني سينو من هوني قاعد نشوف دروج الفوق. يظل هوني تهز كمبوديا ولاوس. وهذه كانت الحياة يعني اليومية تاع الفيتناميين. البلاصة كيما قلت لكم يعني كل ما تزيد تقدم كل ما تزيد صغار. الهواية هوني صعيب تتنفس عن الاخر تحس يعني كل نفس بحسابه. مي كومين هما قبل يعني كان عندهم كيفاش يتنفسوا كيفاش يعيشوا كيما تراو زيدا فما الضو هذايا. نصور قبل ما كانش فما الضو هذا عارف دونك كيفاش كانوا يتحركوا لنا. Hi. This is the second exit. Second exit. This three was rated small room. Deeper. Yeah. Okay. Your choice. You think I fit? دونك تو باش نجربو أكثر. الحقيقة كبير برشا على هذايا تحسني. دونك تو زدنا هبطنا ايتاج اخر يمكن هذا ثالث كانكم تحسبوا معايا. خليك فغزي يظل يشعمل كي العلوش وتعاو. هوني زي ما دروش نجم تطلع لفوق. الحقيقة ضايع هذي باش نكملها في لاوس اليوم ولا شي تعزل بايلون ديريكت. واو بلاد كاملة اللوطة 252 كيلومتر يعني المسافة كلها. هوني فما درج الفوق توا وضع يطلع الوش. بس شوف بالحق قديش عملوا قديش بنيوا قديش يعني قاوموا. بالحق هذا هو درس للشعوب الكل. تفهم زي الشعب هذا ما يسلمش. حقيقة طول عمري نعرف الحاجة هذي من أول مرة نجربها حاجة مش نورمال. Please. I'm too big for this. هذول هذوما كانوا البلايص اللي يرقدوا فيهم زيادة كيما تراو هذه فرش ونحس هذه بلاصة يعني كانوا يعملوا سوكو بريس هوني ولا يمكن كل كوفي هذيك زيادة وهذه كلها انفاض. incredible. نزلت كي خرجت من التونيل ما بالحق حاجه مش نورمال. والحاجه اللي اقوى من هذه الكل توا قالنا الجايد اللي هو التونيل هذا ديجا كان اكبر مرتين من الطن العادي تلقاوني في فيتنام. وشوفوا البلاصه هذيا
هي اللي كنا تحتها واحنا كنا تحت القاعدة اللي تشوفوا فيها. الحقيقة فرحان على الاخر خاطر جيت البلاصة هذه. طول عمري نحلم باش نجيها، طول عمري نحلم باش نشوف كيفاش العباد هذوما حاربوا، كيفاش قاوموا. ما عمري ما كنت نتصور اللي هي بالرسمي كيف من هكيك. عمري ما مشيت للتونيل بالرسمي، حاجة طيارة على الاخر. ننصحكم على الاخر باش تجيوني خاطر بالحق مكمش باش تنمو جملة. Tastes like interesting. Good. I think it's Interesting, but then delicious. It's so dry. That's weird, man. حاربين في الوقت هذيك ما كانش عندهم ماكلة بالطبيعة، لكن كانوا ياكلوا في البطاطا هذه اللي جربت منها توا. كانوا يخلطوها بالسكر مع البيناتس ولا كيكاوية، هذيك كانت السورس الوحيدة متاع الماكلة متاعهم. الأمريكان باش كانوا يلقاو الفيتناميين كانوا ينجموا يلقاوهم بريحة العرق متاعهم. دونك فما حيلة زاد كانوا يستعملوها الفيتناميين باش يموهوا الأمريكان، واللي هي كانوا يسرقوا الحوايج متاع الأمريكان ويحاولوا يلبسوهم ولا يحطوهم في الأنفاق متاعهم باش الكلاب ما تلقاهمش. باش نرجع لكم فاصل الماكلة، وقت الفيتامين كانوا زاد يستعملوا الكلاب هذه كسورس نتاع بروتين نتاعهم باش يلقاو ما ياكل. دونك هذاك علاش برشا عباد تعرف اللي في الفيتنام ياكلوا الكلاب وي. وهذيك هي نتصور اصل الحكايه. والحاجه اللي جربناها توا هي اسمها المانيوكا، مي جوست عباره على بطاطا كيما قلت لكم يخلطوها بالسكر والكاكاو. الحقيقه بالنسبه للجو يعني جاتني تشبه شويه للبنان، حس فيها تكستير نتاع بنان مي الجو نتاع بطاطا يعني 100%. سين شاو وليد فيتنامي سي بون. توا باش نشوفي اول مره في حياتي AK-47. الحقيقة اليوم عشنا اكسبيريونس سيارة على الاخر. أول حاجة بدينا بها كي اكتشفنا الأنفاق هذية، وبعد عملنا شوتينج وشوفنا كيفاش كانت الحرب وكيفاش صار كل شيء. حاجة بالحق فرحان على الاخر اللي شفتها، وسورتو على خاطر شاركتها معاكم. كملناها بشوتينج كان تحفونا على الاخر. اكسبيريونس كانت أول مرة نجربها. كينكم تخموا تجيو هوني نقولكم ما تخموش برشا ويجيو ديريكت، على خاطر بالحق باش تشوفوا وباش تعيشوا أحلى مغامرات في حياتكم. وتوا ما بقى كان نقولكم ما تنساش باش تعملوا جيم وسبسكرايب، باش تفعلوا زر الجرس كان عجبكم الفيديو هذيا، على خاطر باش نزيدوكم برشا فيديوهات اخرين. ما بقى كان نقولكم see you and peace.